إن شاء الله في الأخير حول الانتخابات. أولا نهنئ الشعب المغربي الذي يقدم نموذجا استثنائيا في منطقة الربيع العربي، فإن كانت الكثير من الدول العربية لم تنتقل إلى مرحلة القطع مع الفساد إلا عن طريق الثورات وبذل الدماء والمهج وسيلان الدماء في الساحات، فإن الاستثناء المغربي يرسخ نفسه ويؤكد على أن الشعب المغربي بمقدوره أن يصل إن شاء الله بأمن وأمان ودون فتن إلى الخير وإلى القطع مع الفساد. فهنيئا لهذا الشعب، هنيئا له. نقول لأولئك الذين كانوا يقولون بمسألة المقاطعة في الانتخابات: رأيكم بالنسبة إلينا خطأ ورأيكم بالنسبة لكم صواب، فهو صواب بالنسبة لكم، خطأ بالنسبة إلينا، فلا يفسد الخلاف للود قضية، لا يفسد الخلاف للود قضية. وتمنينا لو أنكم لم تعتزلوا وإنما خرجتم لتدلوا بأصواتكم حتى يكون لصوتكم قيمة ولترسخوا ما يريده الشعب المغربي من تغيير سلمي، حتى تقطعوا مع المفسدين فيكون صوتكم عقابا للمفسدين وتأييدا لكل من يحمل إن شاء الله تعالى مشروع الإصلاح والصلاح. ثالثا نهنئ الأحزاب التي أظهرت روح رياضية، فكلهم عبروا بعد النتائج عن ارتياحهم وعلى أن هذا إن شاء الله تعالى من نتائج هذا الدستور وتفعيل بنوده. فرأينا في هذا الشعب المغربي مثالا للتسامح، للتعاون، وأن ما كان يراه الناس من ارتفاع الأصوات في الرد على بعضهم على بعض إنما كان للتنافس في مصلحة هذا البلد. فمن أجل مصلحة البلد نتنافس ونصرخ، ولكن إذا كانت مصلحة البلد قد قررت إن شاء الله طريقا يجتمع عليها المغاربة كلهم، فهنيئا لهؤلاء كلهم. والثالثة نهنئ الحكومة المغربية على ما كان من تقصير، على كونها أخذت على عاتقها مسؤولية أن تجرى هذه الانتخابات في أعلى ما يمكن أن نصل إليه من النزاهة، وعلى كل حال لم نصل إلى المثال، فيبقى إن شاء الله هذا خطوة أولى في الطريق، خطوة أولى في الطريق، فنهنئ حتى هذه الحكومة على هذا الأمر إن شاء الله تعالى. الرابع نهنئ الفائزين، كل الفائزين من كل الأحزاب نهنئهم باش بالثقة التي وضع فيها الشعب المغربي، ونهنئ الحزب الفائز على هذه الثقة التي وضعها الشعب المغربي فيه، وأيضا نعزيه. يقف الإنسان في بعض الأحيان حينما يجري الله تعالى نعمة من نعمه على عبد، يقف الإنسان مشفقا على ذلك الإنسان، لأن من وراء كل نعمة طالب. فأعناق المغاربة تشرئب إليكم وتنتظركم، ولطالما سمعت من مسؤولين ومن إناس عاديين يقولون بالحرف الواحد: لم يبق لنا أمل في هذا المغرب إلا أنتم. فبقدر ما نهنئكم بقدر ما نشفق عليكم، وبقدر ما نستشعر جسامة الأمانة الملقاة على عاتقكم، فجسامة الأمانة تتطلب هذا الإشفاق. ثم حملتم الأمانة في ظرف غير عادي،
في ظروف بئيسة المغرب يعرف فيها تراجعات في الناحية الاقتصادية في نواحي عديدة. الشعب المغربي أغلبه يتهاوى في دركات الفقر. الشعب المغربي ينتظر انتظارات كبيرة، فلا معين على المسؤولية إلا بالله. إياكم أن تنسوا ربكم وأن تعتمدوا على عقولكم وجهودكم. هذا أوان أن تقووا صلتكم بربكم أكبر وأكثر، فإن المخرج من المأزق لا معين على ذلك إلا الله. إذا وضع الناس فيكم الثقة لأنهم رأوكم أكثر الناس صلاحا، فإياكم أن تقطعوا صلتكم بربكم، أن تخلعوا يدكم من يد الله، أن تنسوا ربكم. فعليكم أن تقووا صلتكم بربكم، وأن تجتمعوا وتتآلفوا وتتآخوا، وأن تفكروا بطريقة جماعية، وأن تتعاونوا مع كل المغاربة الذين فازوا وأعطاهم الشعب ثقتهم. فالمغرب هو مسؤولية الجميع، فليشارك الجميع في مشروع الإصلاح. فلن يستأثر أحد بهذا الإصلاح، وحتى لو استأثر به هل بمقدوره أن يقوم به لوحده؟ لا والله، كل المغاربة أيديهم ممدودة، فمدوا أيديكم، بل تسبق أيديكم فمدوها قبل أن يمدها الآخرون. إن الشعب المغربي ينتظر أمورا كثيرة، وسأقول بعضها لاستشعار ثقل الأمان. الشعب المغربي ينتظر ترسيخ الهوية كما قلتم في برنامجكم، والدفاع عن هوية الأمة، عن لغة الأمة، عن قيم الأمة. فهوية الأمة مهددة، حوربت هوية الأمة في المجتمع في بناء الأسرة، وما تهريب ما يسمى بالرسالة للأمين العام للأمم المتحدة التي يعربون فيها عن تنازلهم عن تحفظاتهم عن اتفاقية سيداو إلا مثالا صارخا لما تتعرض له هوية من مخاطر. هويتنا، مساجدنا ينبغي أن تنشط ويعاد إليها دورها. أئمتنا، خطباؤنا، من يحيي دور المسجد؟ انتظارات تتعلق بالهوية. نحن ننتظر ترسيخ هوية الأمة بشكل أرسخ وأقوى. في المجال الاقتصادي ننتظر محاربة الفساد. سئل أردوغان: كيف استطعتم أن تضاعفوا الدخل الوطني 16 مرة في 6 سنوات، من 50 مليار دولار ل 750 مليون دولار؟ ابن عمي وشحال مليار دولار؟ قال: بنظافة اليد وحدها. نظافة اليد، الخوف على مال الأمة، عدم تبديده في المهرجانات، عدم تبديده والعي فيما لا يعود بفائدة ولا طائل في الدنيا والآخرة. مال الأمة استعملناكم عليه، أبعدوا عنه أيدي الفاسدين. صناديق قد سرقت، من الذي سرقها؟ أياد لا تتوضأ وقلوب لا تخشى الله ولا تراعى الوقوف بين يديه. أنتم ظننا فيكم أنكم إن شاء الله ستكونون أمناء على مال الأمة، فلا يوضع إلا فيما يريد الله ويحب الله سبحانه عز وجل. نريد منكم أن تحاربوا اقتصاد الريع. اقتصاد الريع، توزيع ما يسمى بهذه الرخص، رخص صيد في أعالي البحار، رخص مقالع، رخص نقل، رخص، حتى أصبح المغرب عند بعض الناس مزرعة استحلوها لأنفسهم،
ومنع منها غالبية الشعب، حتى صار المغرب معروف في العالم اقتصاديا أنه يشهد أكبر هو سحيقة بين من يملك كل شيء وبين من لا يملك أي شيء، حتى أن الطبقة المتوسطة التي تضع الميزان وتحفظ هذا المجتمع من السقوط قد سقطت وضعفت مما يهدد بانهيار وشيك. سماه الملك الراحل السكتة القلبية. السكتة، المغرب معرض للسكتة، ولكن جينا ودرنا له الإنعاش. إن شاء الله الآن المغاربة إن شاء الله تعالى طب مزيان، الآن ينعشون. فأولى الفضائل هي الاعتراف بالذنب والتقصير. هذه الثانية. الثالثة، نريد عدالة في توزيع الخيرات. نريد كما قلتم في مشروعكم وبرنامجكم أنكم إن شاء الله ستهتمون بالضعفاء، بمن لا يجد من يوصل صوته إليكم. كل النقابات توصل أصواتها لمن تمثلهم، فمن يسمعكم ويوصلكم صوت من لا يملك نقابة ولا يملك من يمثله؟ هذا الشعب الهادر الضعيف، 6 مليون تحت خط الفقر، من يوصل إليها صوتكم؟ ها نحن نوصل إليها أصواتهم. فيهم من لا يجد الإيواء، ومن وجد الإيواء لا يجد الدواء، ومن وجد الدواء لا يجد ما يؤدي به فاتورة الماء ولا الكهرباء، ومن وجد لا يجد الغذاء. الشعب ينتظركم أن تصله حقه وقسمه من خيرات هذا البلد. الشعب يريد أن ترفعوا الحرج عن هذا الشعب في مسألة القروض الربوية. لطالما انتظرنا إن شاء الله ترخيص وزارة المالية والحكومة المغربية لما يسمى بإنشاء بنوك إسلامية ترفع الحرج عن المغاربة المضطرين الذين لا يجدون ملجأ عندما يحتاجوا إلى المال إلا إلى البنوك الربوية. ولما طمعت فينا هذه المؤسسات الربوية فتحت بنوكا أو ما يشبه البنوك، جمعيات انتشرت كالفطريات حتى فيما يسمى بالأحياء الشعبية. فأوصلوا كما أخبر رسول الله من علامات الساعة: من لم يأكل الربا أصابه دخانه. فوصل الربا إلى كل المغاربة، والربا حرب على الله. ارفعوا عنا هذا الحرج. لا أقول لكم ستلغونه مرة، لكن افتحوا شبابيك، افتحوا بنوك، فإن العالم الآن كله يريد أن يستثمر في المغرب، لأن ثقته في اليد البيضاء التي لا تسرق ثقة كبيرة. فأعطوه هذه الفرصة. الشعب المغربي من شبابه يريد أن تخرجوه من عنق الزجاجة، اليأس الذي يخامر قلبه. يريد شغلا، يريد تكوينا، يريد عملا. لا يريد منكم أن تعطوه سمكة، يريد منكم أن تعلموه كيف يصطاد. فافتحوا أوراش لتكوين هؤلاء على اكتساب المهارات، على اكتساب المهن، فصاحب المهنة لا يجوع. علموه، كونوه، افتحوا مراكز التكوين. نساء المغرب ينتظرون منكم في العالم القروي أن ترفعوا عنهم العزلة. أين الطرق 2013؟ أين المستوصفات؟ إن المرأة التي لا تجد حينما يصيبها المخاض مستوصفا أين تلد؟ تلد في الطرقات، تموت، يموت ولدها. فينا أعلى نسبة من وفيات الأطفال في البوادي. هل نظل هكذا نسترخص نفوس أبنائنا في البوادي؟ أين المستوصفات؟ أين المدارس؟ أين الماء الشروب؟ أين متطلبات العيش الكريم؟ الشعب المغربي أفراده يريدون كرامة. كنا نرفع شعار عدالة ثم كرامة. لا يجوز أن تبقى المغربية تذهب والعياذ بالله بناء على عقدة بتاع 3 شهور وتمشي للسبنيول وتخلي ولادها وتخدم فيما يسمى المزايا بتاع السبنيول بتاع الفراولة، فتبيع شرفها وينتهك عرضها. لا نريد للشباب أن يرموا بأنفسهم في البحار. أعطينا صورة والعياذ بالله مظلمة عن شبابنا اليائس الذي يرى في ما وراء البحار جنة. نريد إن شاء الله تعالى
طفولة تهنأ بطفولتها، اهتماما بالطفولة. نريد اهتماما بالمرأة المطلقة كما نهتم بالمرأة العازبة. كانت الحكومة السابقة تهتم بالمرأة العازبة، الأم العازبة التي حملت خارج إطار الزواج. نريد الآن أن تعطوا الأهمية للمرأة المطلقة التي تزوجت بناء على عقد شرعي، أو التي توفي زوجها. لقد قلتم في برنامجكم أنكم ستخصصون 1000 درهم للأرملة التي مات زوجها وترك لها عيالا. نريد تنمية، مؤشر تاع 7%. نريد هذا. انتم قلتوا 2% ان شاء الله تعالى في العام الاول، وتزيدوا على النمو. نحن ننتظر باذن الله تبارك وتعالى. هذا على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاداري نريد اصلاح الاداره الزبونيه المحسوبيه. نريد محاربه ما يسمى بالموظفين الاشباح، لان رئيس مصلحه مرته في الدار وحتى هي منفعده ليش الأوز وتخلص عمرها ما جات الاداره ولا تقري. تحدثت عنها الحكومه السابقه فقالت هناك 23,000 موظف شبح، وسكت عن ذلك وترك الحبل على الغارب. استنزاف في خيرات الامه ياخذها من لا يقدم مقابل ذلك جهدا. سرقه. نريد تخليق الاداره، فإن الاستثمارات تتعطل بل تهرب رؤوس الأموال من بلدنا لما تجده من صعوبات في الإدارة. بيروقراطية الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود. إدارة مشلولة، عاجزة، عتيقة، قديمة، روتينية، تقتل الطاقات المبدعة. وأيما طاقة شابة مبدعة تدخل إلى الإدارة إلا قتلت في مهدها. نريد إصلاح القضاء ليقوم بدوره. نريد استقلال القاضي. نريد أن يحكم على القضية دون أن يأتيه الأمر من السلطة التنفيذية. إصلاح القضاء. نريد إصلاح القضاء. نريد التعليم ومحو الأمية والتربية. نريد لهذا التعليم أن يكون بانيا، أن يكون مقصوده بناء المغربي الصالح المصلح المحب لوطنه. نريد أن نقضي على الأمية. احنا في القرن 21 وعندنا 40% ديال الأمية. باش بغيتو نقريو فوقاش يمكن يكون الإقلاع الاقتصادي؟ الإعلامية. نريد إعلاما يعبر عن آلامنا، لا إعلاما يحارب هويتنا. صرخنا طويلا حول هذه الإذاعات والتلفزات والقنوات كيف تحارب الفضيلة. نريد جهازا إعلاميا يتمتع بالمهنية وبالحرية، ولكن يحافظ ويحترم هوية الأمة، ليبني لا ليهدم، ليعين لا ليعكر، ليقوي لا ليضعف، ليجمع لا ليشتت، لزرع الثقة لا لزرع بذور الفتنة. نريد هذا الإعلام. نريد سياحة، لكن ليست سياحة جنسية، سياحة البعار والعري. نريد سياحة تستجيب لتنوع ما في المغرب من عطاء طبيعي، جبلي، بحري، ثقافي متنوع. نريد فلاحة عصرية تستثمر مقدرات المغرب في القطاع الفلاحي من فوسفات، من مواد كيماوية، من آليات. يا ابن عمي يا ابن عمي. نريد شتو الشعب واسمه. والله إننا نعزيكم. حينما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ظل يبكي، فخطب أول خطبة فقال: إني أشكو إلى الله تعالى مظلوما لم يصلني،
ومحروما لم يصله عدلي، ولا زال يشكو إلى الله ضعفه وعدم قدرته على أن يعطي لكل ذي حق حقه، وقد تحمل أمانة أمة رسول الله. ونريد في الأخير وليس في الآخر سياسة خارجية متوازنة إقليمية لتوطيد العلاقات بين بلدان المغرب العربي. نريد وحدة هذه الشعوب، ما تبقاش نعم سيدي الحداد. ليبيا وتونس ومصر والجزائر والمغرب بغينا نكونوا واحد موريتانيا. عوض الله السلوكه من هنايا والفيزا باش تدخل عندهم البطاطا ويجي من عندهم ليسانس، راه يدخل القرقوبي ويجي من تما الخمر. هذه الحدود اللي تخدم البلاد. هذا هو التكامل، هذه هي امل الشعوب. نريد سياسه خارجيه دوليه مبنيه على تبادل المنافع وتبادل المصالح بدون إملاءات. أنتم الآن عندكم اسمه، عندكم تؤكة شعبية. أنتم ماشي ديال راسكم، أنتم كتمثلوا شعب، مثلوا إرادة، فمثلوا تلك الإرادة في ساحة السياسة الدولية. نريد إن شاء الله أخيرا أن تطلقوا لهذا الشعب وتقننوا له وسائل ليعين ويدعم إخواننا. عندنا فلسطينيين بغينا نعاونوهم بفلوس. شحال قدام الحكومات نتاع العرب والفلسطينيين المحصورين ما نقدروش نجمعهم. شرط. علاش ملي دير الطلب تاع جمعيه لتأييد الدعم الفلسطيني ما تعطيوش؟ علاش اليهود كلشي عندهم الحق يجمعوا اليهود في العالم الا المسلمين ما يجمعوش المسلمين؟ علاش؟ هذه القدس راه تستصرخكم. بغينا سيدي القانون يسمح لنا باش نعاونوا في فلسطين ونعاونوا الصوماليين راهم يموتوا. ما تقدرش تمشي تجمع وتقول له ودي الله يجازيكم بخير، حنا نريد ان نعين الصومال، يلاه ندير واحد الصندوق في الجامعه. ما يمكنلكش، القانون ما يسمحلكش. وعلاش؟ هذا القانون الظالم الجائر أليس من الإنسانية ومن حق الإنسان على الإنسان أنه إذا استغاث منه فالمروءة تقتضي أن يستجيب له، ماشي عاد الدين. شحال قد نحن نبقاو هكذا ما نقدروش نجمعوا فلسطين، ما نجمعوش الصومال، ما نجمعوش الشيشان، ما نجمعوش افغانستان. شحال قد ما المسلمين دايما مكبلين دايما. هذا ما نريد وما يريد الشعب، فنسأل الله تعالى أن يعينكم. اللهم يا ربي اجعل التوفيق حليفهم، اللهم اجعلهم في مستوى انتظارات هذا الشعب يا رب. لا عندنا شي دعوة عنك يا رب، يا مولانا هذو عباد من عبادك، لا تخذلهم يا رب، فإنك إن خذلتهم انقطع الرجاء إلا منك، إن خذلتهم انقطع الرجاء إلا منك. وصلى الله على حبيبنا